الدرس اللي لازم يتعلمه أي واحد يروح لأي مسابقة، شطرنج، قتال، رياضيات. إذا أنت بالغ ودكتور وعالم بالمسابقة اللي أنت داخلها، وفجأة شُفت أطفال داخلين يشاركون معك بالمسابقة، انتبه منهم، انتبه منهم أكثر ما تنتبه من البالغين اللي دكتور وشعره مشيب وخبرة ودخل مليون ألف مسابقة. انتبه. أنا لاحظت هالشيء. ما في مسابقات الناس رانكات عالية وكل واحد ينافس وتصنيف عالمي، وفجأة يدشون لك أطفال. لا، شو تسوي بيننا أنت؟ حبيبي شنو فيه؟ أنت مختصر الحياة والّا معطينك بروتين مسابقات، إيش فيه؟ ليش؟ أكثر شيء لاحظته بعد في الشطرنج، لمّا تشوف مسابقة شطرنج تلاقي تعرف ناس يلعبون الشطرنج أساطير معروفين أساميهم ترن لمّا ما تسمع أساميهم. إي أعرفه، أعرفه والله صار له كم من سنة، وفاز بكأس العالم للشطرنج وتصنيفه ما أدري وش اسمه، ومعطينه اسم خاص يعني الماستر في الشطرنج، وفجأة يدش لك جاهل. ياه! إحنا هنا قاعدين نطلّع فلوس، قاعدين نعرف تكتيكات، قاعدين نقرا تحركات الخصم، وفي الأخير يدخل طفل. الطفل هذا وش عارف؟ وش عارف اللي موصّله للمرحلة هذه؟ هنا نفس السالفة. الناس تقاتل، وكل ما ترتفع نتكلم عن ملايين دخل، وفجأة يدشون لك أطفال. هذا اللي أول ناس تنتبه منهم. اترك اللي معاه عصا، اترك اللي معضل حتى عضل طالع من خشمه، اترك الأطفال هذيل. شنو فيه؟ إيش فيه؟ ليش؟ تعبان، كبرت وعضلت واتعلمت وعرفت عن الناس، والأخير يدشون الأطفال يهزموني. مصيبة هذه. نيه. هذا ضيّع طفولته.